الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وحشتونا يا حبايبي. طبعا احنا اتفقنا ان احنا عنوان الكلمة اللي بنقولها كلمة في ودنك، على اساس ان احنا حبايب، يعني زي انت صاحبي وعايز اقول لك كلمة بحيث ما اجرحكش ولا تجرحني، لان النهاردة انت محتاجني ان انا اقول لك كلمة نصيحة، وبكرة انت هتقول لي، يعني بنقول لبعض. النهاردة الكلمة مهمة قوي، اللي هي عن علاقتك او المعاملة مع الاب. وانا بخص الاب بصراحة لانه دايما في مشاكل بيننا وبين ابائنا مش امهاتنا، لان الام بطبيعتها حنينة قوي. واحنا تقريبا لو عملت احصائية للشباب اللي في سننا اللي هم في ثانوي وفي جامعة وسألتهم يعني و100 فرد، وخدت احصائية 100 دول مين اللي زعلان من ابوه ولا من امه، هتلاقي 80 زعلان من ابوهم و5 ولا حاجة ولا كده هم اللي زعلانين من امهم. العلاقة مع الام دايما تبقى حلوة. طيب هو ليه احنا بنزعل من ابائنا ومش واخدين بالنا انه الاب ده انت هتكبر بكرة وتبقى زيه اب؟ ما انا لما كنت شاب زيك، وطبعا انت عارف ان انا عندي 18 سنة، فيعني ايه يعني سني من سنك. لما انا يعني وانا في سنك كنت دايما اشد مع والدي. مرت بيا الايام وبقيت اب وعندي ولاد شباب، فبحاول بقدر الامكان افتكر انا كنت زعلان من ابويا في ايه، وبحاول كأب ما اعملهوش مع عيالي. فتصبر شوية على والدك، لانه التفكير غير التفكير. وخلي بالك هو برضو معذور، يعني انا كأب معذور. اولا مش عايز اذكرك باني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حاجة خطيرة جدا، لو هتاخد بالك منها يبقى في ودنك بقى. الوالد باب من اوسط ابواب الجنة، ان شئت اخذته وان شئت تركته، انت حر. ده باب مضمون من اوسط ابواب الجنة. ومن اوسط ابواب الجنة كام زي ما انت عارف؟ 8. من اوسط يعني من احلى الابواب. فلو انت عايز تطيع والديك هتضمن تخش بيه الجنة منين؟ من اوسط ابواب الجنة. باب جميل من الوسط. ولو انت زعلته هتفقد الباب ده. فمين بقى يبقى قدامه باب مضمون من ابواب الجنة ويسيبه؟ دي واحدة. الامر الثاني ان ربنا عز وجل ما وصاش الاب على ابنائه ولا وصى الوالدين، انما وصى الابناء، لانه دايما اللي بيحصل اللي بينسى حق الاباء الابناء. لكن الاب مش ممكن ينسى حقك، مش ممكن ينسى حقك، لانه فطرته غالبة على انه احسن ناس عنده، اهم حد عنده ابنائه. عشان كده قال ربنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال الله عز وجل في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى. فثنى الله بعد عبادته والامر بعبادته بالقضاء لحق الوالدين وبالوالدين احسانا. فالحقيقة ان انا عايزك تحسن علاقتك مع والدك، واعدد لك صور العلاقة اللي بتتشرح بين الاب والابن في عدة مظاهر. نمرة 1، هو عايز مصلحتك، فبيقول لك ما تتأخرش بره بعد الساعة 12، وساعات كمان بعد 11، ويبقى يزنق عليك، لكن يعتبر انه بيقول لك ما تتأخرش بره. دايما يكلمك على لبسك، لانه هو مش من جيلك، فعشان كده مش مقتنع باللبس ساعات اللي انت بتلبسه وينقدك فيه. دايما تلاقي الاب ممكن يصطدم مع ابنه في الصحبة، يقول لك ما تمشيش مع فلان، ايه اللي انت ماشي معاهم دول، ايه دي بتحصل. صوتك العالي، وخاصة لما تبقى يعني عامل يعني اسد في غيابه، وفي البيت يعني ايه بتبقى يعني ذكر بقى وانت الكل في الكل، فتؤمر وتنهي، ويطلع هو على السلم يلاقي صوتك عالي، فبيبقى دي بتزعله. فتراعي الحاجات اللي هي بتزعل الوالد عشان تكسب رضاه، لان برضا ربنا عز وجل عنك لما ترضى عن والديك. رضا الوالدين من رضا الله. ولما سوء الراجل من الصالحين اتأخر على تلامذته وهو بيديهم درس، قالوا له اتأخرت علينا يا أستاذنا، قال لهم والله كنت بتمرغ في الجنة. أصلا كنت بتمرغ في الجنة وجاي أهو، وأنا إيه لسه متمرغ في الجنة. متمرغ في الجنة؟ قالوا له فين أنت؟ قال لهم يقول النبي الجنة تحت أقدام الأمهات. فكنت بتمرغ أقبل قدم أمي كده، بتمرغ في الجنة تحت قدم أمي. فيا ريت إن احنا نراعي إن الأب تعب عشاننا، ومش عايز مصلحة لحد في الدنيا يكون احسن منه الا ابنائه. اوعى تصطدم بابوك عشان تكسب رضاه، وبعد ما تكبر وتعرف مسؤولية الاب
هتحس قد ايه انك بتحب اولادك قوي، تعز اولادك قوي ونفسك ليهم الخير. بس اللغة اللي بتتكلم بيها مع والدك يا ريت تكون لغة ادب ولغة حوار عالي وراقي. ما يصحش ابدا انك تغضب والدك وتزعله منك. عايزين نراضي الوالدين تماما. ربنا يجعلني واياك ممن يعني يراضوا والديهم ويكسبوا رضاهم وبرهم. ومتشكر لسماعك للكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله.